عارف ايه اكتر حاجة ممكن تخوفك من العيشة في المانيا؟ ما هياش الضرايب ولا الغرامات ولا حتى الجوابات الصفراء ولا البرد ولا اللغة. لا، اللي يخوفك هنا هو عدم القدرة على تكوين الصداقات، يعني الوحدة. حتى لو عايش عشرات السنين هتقول لي بقى غلط وامشي سافر بلدك والكلام ده. اقول لك انت ما تعرفش عربي، لان اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي فيها تصنيف لدرجة القرب ما بين اتنين، تصنيف للاصدقاء او للاصحاب. يعني الزميل مش زي المعرفة، مش زي الصاحب، مش زي الخليل، مش زي الرفيق، مش زي الأنيس، مش زي الصديق. أنا بتكلم هنا عن الصديق، هو من أعلى درجات القرب ما بين اتنين. ممكن تكون عايش في بيت لذيذ ومنطقة حلوة وعندك جيران محترمين جدا بالعشرة وبال15 سنة، بس مفيش ولا مرة جارك يقول لك في جيتس يا بخدة، يعني طمنا عليك كده، انت محتاج حاجة؟ ما تيجي نشرب كوباية شاي؟ مفيش الكلام ده. تقول في عقل بالك كده انا مش عايش دور الضحيه وابقى شخص مبادر زي ما انا عملت كده. ورحت لواحد زميلي في الشغل. قلت له بص انا هعمل شاشليك اللي هو كباب روسي او لحمه على الفحم عامه يعني. انا هعمل كباب واعزمك عليه، ايه رايك؟ عارف قال لي ايه؟ قال لي ليه؟ يعني مش مثلا شكرا، لا والله ما اقدرش، خليها مره تانية، لا يقول لي ليه. فانا في عقل بالي يعني ليه ايه؟ هو انا عازمك ورا مصنع الكراسي يا ابني؟ ده انا عايز اكلك وابسطك ونقعد ناخد وندي بشكل ودي كده يعني. وعامه هنا مفيش حاجه اسمها طقط في دماغي اروح لحد من غير ميعاد كده بمزاجي يعني. لا، ده انت لازم تتفق قبلها بفتره على ميعاد، ولازم تتفق معاه هتعملوا ايه، ولو هتتكلموا في الموضوع ايه الموضوع اللي تتكلموا عليه. والاهم من ده كله لازم تتفق معاه انت هتمشي من عنده امتى. وبرضه مفيش حاجه اسمها تفتح قلبك لحد وتطلع اللي في روحك لحد زي ما انا حاولت كده. الشخص سمعني وسكت وبص لي بصه فيها خوف. ليه؟ لان القلب والروح عامه دي حاجه خاصه جدا، يقول لك بريفات، والبريفات ده خطر جدا انك تظهره لحد. فانت عامه ممكن تكون قاعد في منطقه راقيه ونظيفه وطبيعه، وقاعد في شقه كده حلوه ومجهزه بكل سبل الراحه، وعندك الحمد لله فلوس وعربيتك تحت الشباك واوراقك سليمه ودنيتك تمام، بس ما فيش بني ادمين تقابلهم عشان ترغي معاهم رغي البني ادمين من القلب للقلب. وانا عن نفسي الموضوع ده بالنسبه لي مهم. انا روسي والروس عندهم المقابلات والمحادثات الروحيه طبعا مع ازازه فودكا مهمه جدا يعني في الحياه. بالاخص ان انا اتربيت في مصر، الترابط كله والود كله انا مفتقده هنا جدا. يا صديقي، لو انت بتتصاحب بسهوله وبتعمل صداقات هنا بسهوله في المانيا، ما تقول لي ازاي؟